اليوم اكو ناس يقول لي لا ترفع ايدك اذا تقلد اليوم ممطر وجميل، الجو شاعري. شنو هي اكثر لعبه تلعبها على الموبايل؟ هل هي كلاش اوف كلانز؟ اذا كان جوابك ايه فاليوم جبت لك لعبه تتفوق على كلاش اوف كلانز ب7 مرات، مو 7 مرات وانما ب7 شغلات تتفوق عليها. ممكن تقول لي ليش حددت 7؟ ليش ما حددت 5 او حددت 10؟ انا راح ابقي لكم الشغلات الزايده اللي تشوفوها هي افضل من كلاش اوف كلانز لكم يا شباب، لانه اليوم قررت اجيب لعبه على اندرويد ولا اي او اس. وممكن تسالني شنو هاي اللعبه اللي راح تهزم كلاش اوف كلانز، واقول لكم اسمها فجر الاسطوره. شوف اسم بيها اسم موسيقي، فجر الاسطوره، يا اخي اسماء موسيقيه. اذا انت من الناس اللي تحب الالعاب الاستراتيجيه على الموبايل فهاي اللعبه اكيد راح تنفعك. وهسه خلوني اقول لكم شنو هي الشغلات السبعه اللي تتفوق بها هاي اللعبه عن كلاش اوف كلانز. دقيقه خلي اطلعهم وينها. هي اول شيء هوايه من اللاعبين والناس يحبون الشغلات ببلاش، وهاي اللعبه راح تسوي لك هذا الشيء لانه اكو كميه كبيره من الهدايا. ظل باللعبه لمده نص ساعه راح تحصل هديه، افتح اللعبه كل يوم راح تحصل هدايا على تسجيل الدخول. اللعبه مليانه هدايا، اللعبه مليانه ابطال، اكثر من 150 بطل داخل هاي اللعبه، كل بطل يختلف عن البطل الثاني، كل بطل منتمي لاسطوره مختلفه عن البطل الثاني. اذا انت من محبي الاساطير الاغريقيه واليونانيه اللي هي نفسها الاغريقيه والمصريه، فهاي اللعبه راح تفيدك هواي، لانه اكو هواي ابطال بداخل هاي اللعبه منتمين للاساطير القديمه مثل زوس. خلونا نتعمق باللعب اكثر. اذا هاجمت خصمك ودزيت له جنود، هذول الجنود اذا قاتلوا وفازوا وما مات بيهم احد راح يرجعوا لك اياهم، ما حتخسر ولا جندي. خاصية رهيبة ايضا داخل هاي اللعبة هي تبرع بالشوب. ممكن تقول لي شنو هاي الشوب؟ الشوب هي العملة الخاصة باللعبة اللي تشتريها بفلوس. انا من الناس اللي يحب الموسيقى والصوتيات، هاي اللعبة بيها موسيقى وصوتيات رهيبة يا شباب. انصحكم اذا عندكم اذن موسيقية تحبون الموسيقى بس افتحوا اللعبة وبس هيك اسمعوا الصوت مال اللعبة، خرافي. واخر شيء يا شباب موضوع جدا مهم، الانترفيس مال اللعبه رهيب. ممكن تسالني شنو يعني انترفيس؟ يعني القائمه الرئيسيه، الواجهه مال اللعبه رهيبه. مو بس رهيبه، الالوان مالتها زاهيه مال اللعبه، يعني شغله نظيفه وحلوه. لذلك اذا انت اللي تشوفني هسه بعدك ما مشترك بالقناه اتمنى تشترك بالقناه، واذا ما حطيت لايك للمقطع اتمنى تفجر ام المقطع لايكات. واللي يسال شلون تحصل اللعبه تقدر تحصلها من الرابط الموجود بالوصف، وايضا راح احط لكم اياها بتعليق مثبت باول تعليق تشوفه بالتعليقات. خلونا نبدا. مثل ما تشوفون يا شباب هسه هاي شلون اقول لكم، يعني هاي القريه مالتي طبعا هسه تشوفها مخربطه. شنو هالخربطه؟ انا خربطت لكم اياها لسبب واحد، اذا افهمكم على شغله وعلى السريع، يعني ما راح اشرح لكم اللعبه. هي لعبه استراتيجيه مفهومه سهله الفهم، انت بس تدخل ان شاء الله للعبه كافي حرك بايدي بس هاي بس احرك شنو؟ بس تدخل للعبه راح تفهم كل شيء وراح تبني شويه شويه، يعني راح تصير محترف بهاي اللعبه. مثل ما قلت لكم روابط اللعبه راح احط لكم اياها بوصف هذا الفيديو. انا قطعت المباني 4 اجزاء او 5 اجزاء على مود كل جزء تفتهمه لوحده. اول شيء خليني احكي لكم عن الانترفيس شويه. اول شيء هاي مثل ما تشوفون هاي الشهب، هاي العمله الرئيسيه للعبه، هذا الدرع تقدر تحطه على مود ما حد يهاجمك، هاي الاقزام على مود اللي يبنوا لك، عندك هاي تحالف وعام، هاي الدردشه مالتك، عندك هاي المعلومات تجي بيها سجل الدفاع وسجل الهجوم. الهجوم يعني انت لما هجمت على اعداء يعني هاجم هجمه واحده او هجمتين، وسجل الدفاع اذا واحد هاجم عليك راح يقول لك عن طريق حلبه او تحدي بينك وبينه او غاره. عندك الصندوق الوارد الرسائل مال نظام تجيك فلوس. هسه جايتني يعني نص مليون على ما اعتقد، وما اقدر اخذها لانه ممتلي عندي شيء اسمه امبروشيا. هسه اقول لكم شنو الامبروشيا. عندك شيء اسمه المتجر، المتجر تقدر تشتري به شغلات. اول شيء موارد يطلع لك الامبروشيا والذهب والينبوع القمري والحوض القمري. الذهب والامبروشيا هذول راح يطوروا لك الابنيه ويطوروا لك الجنود، كل شيء حسب شغلته. اما الينبوع القمري والحوض القمري، الحوض القمري يجمع لك قطرات قمريه، اما الينبوع القمري يطلع لك قطرات قمريه. هذول الشغلات تقدر تطلع بيهم جنود اقوياء من الثكنه، هسه اشوفكم اياهم، وايضا تطور بيهم. عندك هاي الشجره تطلع لك امبروشيا على مود تطور، هذا النافوره الذهب او المنجم مال الذهب يطلع لك ذهب على مود ايضا تطور. هنا البوابه النجميه تسوي لك مهامات الابطال، هذا القسم الاول، هذا اللي يطلع لك الموارد وهاي السوالف. هسه خلونا نروح للقسم الثاني. القسم الثاني هو الثكنه العسكريه والجنود والمقاتلين. اول شيء عندك هاي الاكاديميه. الاكاديميه شو تسوي بيها؟ تطور قوه الجنود مالتك، تسوي لها تطوير. هذول الجنود مالتك، هذول الجنود الاقوياء اللي تطلعهم بالقطرات القمريه لازم تطورهم ايضا بالقطرات القمريه. الجنود العاديين تطورهم بالامبروشيا. عندك قاعه التدريب، لما تسوي تدريب تطلع لك هذول الجنود الخارقين. طبعا هذول انا نطلع جندي، يعني كل ما تطورها مثلا هسه خلي نطورها تطوير، نسوي له تسريع،
مثل ما تشوفون سرعنا نسوي تدريب يفتح لنا هذا التنين. طبعا انا عندي اكاديميه كامله ليفل 5 يعني تمام. هسه خليني اطلع مثلا جنود، خليني اسوي تسريع. طلعت هذول 5 جنود، هذول الجنود هسه بس اهاجم اشوفكم شلون يشتغلون. عندك الثكنه العسكريه او البركاس مستوى 10 الليفل الاقصى لها، تقدر تطور هذول الجنود مثل ما تشوفون. انا راح اطلع لكم جندي من كل واحد على مود اشوفكم اياه بس نهاجم داخل اللعبه. هاي القاعده هي اللي تضمن لك الجنود. هاي ليفل 5 القاعده مالتي. هذا المبنى اللي تشوفوه هو اسمه مبنى الاستدعاء، راح تقدر تستدعي ابطال بيه. قلت لكم اكثر من 150 بطل. مثلا نسوي له هاي الحركه، نقول له ادفع 2500 عمله، راح يطلع لنا هذولا. هسه خلونا نروح على القسم الثالث. هذا القسم حاحط لكم بس الجدار، عندهم جدار خرافي يا شباب. خليني اقربكم عليه شويه. شوف سويت لكم كل جدار بليفل واحد، عمود تشوفون شنو الفارق. هذا المستوى الاول، هذا المستوى الثاني، المستوى الثالث، المستوى الرابع هياته، المستوى الخامس، السادس، وين السادس، السابع، هذا المستوى الثامن، هذا التاسع، هذا العاشر، وين العاشر؟ العاشر هذا، وهذا ال11 وهذا ال12. طبعا عندهم اشكال جدران خرافيه يا شباب. اما القسم الرابع ويانا هو هذول مركز القياده مال الابطال. طبعا تقدر تطلع 4 مراكز قياده، كل مركز قياده تقدر تسوي له تحينه بالدفاع لو بالهجوم. وهاي البانثيون هي مركز المدينه، الليفل الاقصى لها هو الليفل 11، من خلالها اقدر اسوي ترميم للدفاعات مالتي واطورها. اما القسم الخامس ويانا هو الدفاعيات. عندك اول شيء هذا الفخ اسمه جالب الموت، يعني موميات تطلع لك من التابوت، سويت لك اياها كل الليفلات، ليفل 4، ليفل 3، ليفل 2، ليفل 1. عندك لغم نار الظلام، هي ايضا سويتها ليفل 6، ليفل 2، ليفل 1، ليفل 1، ليفل 1. يعني شوف الفرق بين الليفل 1، طبعا كله يشبه بعضه فما زودت وايد. عندك مثلا هاي برج الرساله ليفل 10، هذا الليفل 1، شوف الفرق بيناتهم. عندك الارشر او برج المراقبه، هذا ليفل 1، هنا ليفل 14، شوف الفرق بيناتهم. طبعا يتليف اول شيء تقدر تطلع برج المراقبه فيتليفل وايد. عندك هنا المنجنيق او الكروسبو السهم، هنا ليفل 1، هنا ليفل 15، ايضا يتليفل بالبدايه. عندك هنا اسمها اليد المنيره، هاي ليفل 1، هاي ليفل 8. طبعا اكو اختلاف بسيط بيناتهم بس مو مثل مثلا برج المراقبه او المنجنيق. عندك هنا الراجناروك، ايضا شغله اسطوريه، خلي ليفلكم اياها. اشوفكم هنا يحطون لك التغيير اللي حيصير، خلي الليفلها نسوي له تسريع، ومثل ما تشوفون صارت هيك الراجناروك شكلها. عندك هنا اللغم الارضي، عندك هنا فخ الاشواك ليفل 5، ليفل 4، ليفل 3، ليفل 2، يعني شغله رهيبه بيها شغلات وايد متشعبه. يعني هذا الواحد اللي يحب هيك العاب راح يستمر عليها هوايه. عندك هنا فخ هاديس، اللي يعرف هاديس هو الهه مصريه جماعه جاد اوف وار، اكيد يعرفون من هو هاديس، اله العالم السفلي حسب الاساطير اليونانيه. عندك هنا مدفع التنين، هنا ليفل 9، هنا ليفل 1. عندك هنا فخ الهلوسه يا شباب، اللي يدوس عليه راح يتهلوس ويتجمد. عندك هنا برج الغموض، برج الغموض يا شباب شغله رهيبه، اذا اجى عليها واحد تعل سعلاسه. هنا ليفل 9 الحد الاقصى مالته، وهنا ليفل 2. عندك هذول الشغلات اللي طلعن كل فتره وفتره. هنا مثلا كرمه عنب اشيلها احصل 150 امبروشيا. نرجع للمتجر مالتنا. طبعا انا دا ما يكس لكم، يعني دا ادمج لكم بين المتجر وش دا يصير بالخريطه على مود ما تدوخون وايد. عندك الجيش حكينا عليه، الدفاع حكينا عليه، الموارد حكينا عليه، الديكورات شغلات ترفيهيه تقدر تطلعها بفلوس حقيقيه او تسوي مهمات. هاي شغله ما موجوده. اذا سويت مهمه مثلا اجمع 25 بطل ابو ال5 نجوم، انا مجمع 6، اذا جمعت 25 راح احصل هذا الديكور الجميل. تقدر تشتري ديكور واحد بالشهب، انا مشتري اشوفكم اياه، بما انه مشتري ما يطلع هنا هو هذا حلية الثروة. عندك هنا مبنى الحلف او التحالف، انا لحد هسه مو بحلف ولا بتحالف. عندك الحوض القمري مثل ما لكم، هذا يجمع القطرات القمرية، 225 الف قطرة قمرية موجود داخله. عندكم هنا القسم الاخير للشرح هي المخازن. اول شيء اسمه وعاء الذهب مثل ما تشوفون، وعندكم شيء اسمه صومعة أمبروشيا. طبعا كلمة صومعة أيضا كلمة عربية، وهي اللي تجمع لك الأمبروشيا أو الكرمة أو أي شيء تحب تسميها. وعندك هنا هاي الأكواخ اللي تشوفها هي أكواخ الأقزام، تشوفون أكو فقاعات تطلع من هاي الأكواخ، يعني القزم خامل ما يسوي شيء، نايم اخذها نومه. عندك هنا شيء اسمه صندوق الحظ، بس تفتحه ممكن تحصل لك صندوق ويجي به هدايا، دا يقول لك بعد دقيقتين تقدر تسوي هاي الشغله. مثل ما تشوفون يا شباب هذا شرح بسيط للقاعده الرئيسيه. هسه راح اسوي لكم هجوم واشرح لكم اكثر عن الانترفيس. هنا مثل ما تشوفون قائمه الاصدقاء،
اضافه او غير اضافه. هنا المتجر قبو اللي اسمه قبو، هذا تقدر تشتري منه ذهب فلوس حقيقيه وامبروشيا وايضا قطرات قمريه، وتشتري الدروع مال ما حد يهاجمك. نروح للمتجر ايضا اكو شوب، تقدر تشتري شوب بفلوس حقيقيه. نروح لكلمه الخيارات، هنا تفاصيل ابطال، يطلع لك كل الابطال شلون قوتهم مثل هذا حورس ايضا من الثقافه الفرعونيه. تقدر شوف يقول لك شركات، جبت حورس مثلا وخليته يهاجم ويا شريك مثلا سيث او سبوك او ايزيس، راح يقوى حورس. عندك بالخيارات اخبار اللعبه، اتصل بنا اذا عندك شيء لده عم تحاكيه. الحساب تقدر تغير حسابك او تعدل عليه او تربطه. حزمه استعاده مستوى، هنا يا شباب تقدر تدخلون كود، وبهذا الكود راح تحصلون هدايا. باكو كود بالتعليقات، اول تعليق وروابط اللعبه تضيفه وتقدر تحصل هدايا داخل اللعبه. واخر شيء عندك FAQ، يعني اذا الاسئله الشائعه مال هاي اللعبه. عندك هذا السهم اللي حاطي لك عليه تعجب، هنا هاي الشغلات كلها هدايا. مثلا التوقيع، هنا كل ما تسوي تسجيل دخول باللعبه كل يوم راح تحصل هديه. عندك حرب التحالف، اذا صارت حروب بين تحالفات هنا راح يطلع لك اياها، وايضا راح تحصل هدايا اذا فزتوا. هنا النسق، كلمه نسق مثل ما تعرفون يعني انت تسوي الشكل اللي يعجبك داخل قريتك. هنا مكافاه الاتصال، يعني كل مثلا اسوي استلام حصلت مكافاه اتصال 30 حجر استدعاء عن متستدعي بها ابطال، وبعد ربع ساعه تقدر تحصل 30 من الشهب. هسه يا شباب شرحت لكم تقريبا كل تفاصيل هاي اللعبه على السريع، واكيد انت كل ما تلعبها اكثر كل ما راح تفتهم باللعبه اكثر. هسه حسوي لكم معركه واشوفكم شنو دا يصير داخل اللعبه. اكو شيء اسمه حلبه مثل ارينا تقاتل ضد ناس حقيقيين، اكو شيء اسمه فتوحات تلعب ضد الكمبيوتر عن طريق خريطه، واكو شيء اسمه غاره. انا حجرب الغاره، طبعا حقول له بحث عن خصم ياخذ مني 2500 ذهب، قليل والله. هذا الجيش مالتي كله حاستخدمه على المود. اشوفكم بعض يعني اغلب الجنود اللي تقدر تلعب بيهم دا يسوي لك زحف ازحف مثل ما تشوفون. هاي القريه بس قريه بسيطه، اعتقد لانه اللعبه بعدها بالبدايه فيحتاج لها لاعبين بالمستقبل يصير. اول شيء حنزلكم الهيرو ماتي او البطل، هذا البطل ماجني، هذا بطل الثاني، هاي بطل الثالث. هاي مجند عادي بس من هذول الجماعه القمريه، مجند ابو القمريه، مجند عادي. مثل ما تشوفون هاي اللعبه بيها وايد جنود، هذا رهيب، بيها وايد جنود. شوف لما تهاجم وتضرب تصير تحس اللعبه ترجرج تصير الشاشه. هاي هم شغله رهيبه مسوي لك اياها، اضافه المؤثرات يعني مو بس صوتيه ايضا شكليه. وهسه فزت بالمباراه يا شباب، تم تدمير، حصلت 3 نقاط 3 نجوم 1500 ذهبه و700 امبروشيا. طبعا موارد قليله لانه القريه ضعيفه. طبعا مات لي مجند واحد لذلك نقصوا لي، باقي المجندين اللي ما ماتوا يرجعون مثل ما كانوا. بما انه سويت غاره اذا تمت المهمه فحصل مكافاه على هالشيء، حصلت 200 ذهبايه، وايضا مهمه مكتمله ابناء مصومعه وهكذا. اذا يا شباب اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسون الدعم بلايك واشتراك. اذا عجبتكم اللعبه للمره الثالثه اقول لكم تقدرون تنزلوها من الروابط الموجوده بالوصف وبالتعليقات ايضا. اشوفكم مقطع فيديو جديد، سلام.